كلية الحاسبات والمعلومات. الكلية بتعتبر واحدة من أهم الكليات في مجال التكنولوجيا والمعلومات في مصر والعالم. أول حاجة لازم نعرفها إيه هي كلية الحاسبات والمعلومات. بكل بساطة هي الكلية اللي بتدرس فيها كل حاجة لها علاقة بعالم الكمبيوتر، من برمجة وتطوير برمجيات لعند تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وغيرهم كتير. الكلية دي مش بس عن شاشات الكمبيوتر والبرمجة، دي عالم كامل من التكنولوجيا الحديثة اللي بتخدم في كل المجالات. الكلية دي بتكون أنسب لك لو كنت مهتم بالتكنولوجيا وعايز تفهم ازاي الكمبيوتر بيشتغل وازاي تطور برامج عشان تشتغل على الكمبيوتر. كمان لو عندك شغف بالذكاء الاصطناعي او تحب تشتغل في مجالات زي الامن السيبراني او تحليل البيانات او تصميم المواقع او برمجة تطبيقات وغيرهم كتير، الكلية دي هتكون مكانك المثالي. طب تعالوا نشوف جزء من المواد اللي ممكن تدرسها في الكلية دي. اول سنتين هتكون المواد الاساسية او زي جزء الاساسيات، مثلا هتاخد فيها رياضة، هتاخد فيها برمجة، هتاخد فيها قواعد البيانات، تاخد فيها هندسة البرمجيات وغيرهم كتير. دي بتكون الأساس اللي هتبني عليه باقي دراستك. بعد كده هتبدأ تختار تخصصك أو القسم اللي يناسب اهتمامك. طيب ايه هي أقسام الكلية؟ القسم الأول قسم علوم الحاسب CS أو الكمبيوتر ساينس. القسم الثاني قسم نظم المعلومات IS Information System. قسم تكنولوجيا المعلومات IT. قسم هندسة البرمجيات. قسم نظم المعلومات الحيوية وأقسام غيرهم كتير. والفترة الأخيرة اتضاف قسم الذكاء الاصطناعي AI. المدة الطبيعية للدراسة في الكلية دي بتكون 4 سنين. بعد ما تخرج تبقى مؤهل تشتغل في مجالات كتير جدا زي تطوير البرامج، إدارة قواعد البيانات، تحليل البيانات، تصميم المواقع زي ما قلت اللي هو فرونت وباك، وتطبيقات الموبايل وسايبر سيكوريتي وAI وعكسهم كتير. وغير كده حسب القسم اللي انت كنت فيه او التراك اللي انت فيه او التراك اللي انت كنت بتذاكره. مثلا الكلية مش بتديك دراسة نظرية بس، لا دي كمان بتركز على الجانب العملي، وفي مشاريع كتير تشتغل عليها طول فترة الدراسة. وفي كمان تدريب صيفي مثلا اللي الفترة دي بيكون تبع ITI او ممكن تتدرب في شركة خارجية مشهورة عشان يأهلوك لسوق العمل. كلية حاسبات ومعلومات بتفتح لك أبواب كتير جدا في المستقبل، سواء كنت عايز تشتغل في مصر أو برا مصر، لأن التكنولوجيا تعتبر هي لغة العصر، والطلب على المتخصصين في المجال بيزيد كل يوم عن اللي بعده. ومعلومة لازم تعرفها إن الكلية مش هتديك غير 3% من سوق العمل، وباقي النسبة بتكون من شغلك وتدريبك في طول فترة دراستك جنب الكلية. ودي كانت دردشة بسيطة جدا عن الكلية. لو عندك اي سؤال اكتبه في كومنت تحت الفيديو، لو لقيت اسئلة كتير هرد عليها في فيديو تاني ان شاء الله.